السلام عليكم، لاباس عليكم بخير. كنتمنى ان شاء الله تكون الاحوال ديالكم كامله مزيانه وتكونوا كاملين بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. هذا الفيديو غادي نتعرفوا على الاخبار الاخيره اللي كاينه في ايطاليا بالنسبه للتاريخ ديال هذا الفيديو ديال شهر 4 نهار 15 ديال 2025. غادي نشوفوا المواضيع ديال هذا الفيديو باختصار. الحاجه الاولى والاساسيه والمهمه اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو واللي اليوم هضروا عليها بزاف ديال الصحف الرئيسيه الايطاليه وحتى لي نيفس اللي نزلتها في الجريده الرسميه ديالها وفي السيت ديالها، اللي هو البونوس ديال 1000 اورو بالنسبه للوليدات اللي تزادوا في هذا العام ديال 2025. رسميا لينيبس نزلت جميع الشروط الاساسيه. امتى خاصكم تدفعوا الضمانده، شنو هي المده اللي ما خاصكمش تفوتوا فيها باش ممكن انكم تدفعوا الضمانده بالنسبه للاخوات اللي عندهم البرميسو ديال عام او عامين، بالنسبه للريزيدنسا وبالنسبه للايزي. يعني حطات جميع الشروط الاساسيه باش ممكن انكم تدفعوا الضمانده ديالكم. غادي نشارك معكم بالضبط اشنو قالت لي نيبس، حيت اليوم بارطاجوها بزاف ديال الصحف الرئيسيه الايطاليه منهم الكورييري ديلا سيرا حتى الجريده الرسميه لا ريبوبليكا اللي حتى هما هضروا على هذا الموضوع هذا. غادي نشوفوا كاع التفاصيل في هذا الفيديو. حاجه اخرى اللي غادي نهضروا عليها، غادي نهضروا على الاخوان والاخوات اللي دائما كنلقى التعليق ديالهم بالنسبه للاخوات اللي دافعين البيرميسو وباغيين يشوفوا واش البيرميسو خرجت لهم او لا، واش خاصهم شي وثيقه اللي مازال ما يعني ما عطاوهاش الكويسوره باش ممكن انها تخرج لهم البرميسو ديالهم. بعض الاخوات اللي تواصلت معي، واحد الاخت اللي غير فاش دارت البصمات البصمه ما كانتش مزيانه وبقات البرميسو ديالها محطوطه حتى دخلت للسيس، لقات بان عندها مشكل حتى رجعت عندهم وعاودت البصمات عاد ممكن انهم خرجوا لها البرميسو. غادي نشارك معكم السيت فممكن انكم تقلبوا على البرميسو ديالكم بالكود ديال الريتشيفوتا. غادي نشوفوا كاع التفاصيل في هذا الفيديو. حاجه اخرى غادي نهضروا على الرحلات الجويه اتجاه المغرب بالنسبه للاخوات والاخوه اللي باغيين يسافروا في شهر 5 وشهر 6. كاينين اثمنه مناسبه اللي كاينين رحلات جويه اتجاه المغرب غير ب 30 اورو. غادي نشارك معكم كل التفاصيل في هذا الفيديو. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا. مرحبا بجميع التعاليق ديالكم. الا كنتوا اول مره غتشوفوا معنا هذه القناه ما تنساوش تشاركوا معنا باش توصلوا بكاع جديد اخبار ايطاليا. اول حاجه اللي غادي نبداو بها في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا معنا، رسميا لينيبس اللي نزل في الموقع الرسمي ديالو البونوس ديال 1000 اورو بالنسبه للوليدات اللي تزادوا في العام ديال 2025. وكان هذا الموضوع اللي كانت هضرت عليه الحكومه الايطاليه وقالوا بانهم غادي يديروا هذا البونوس ديال 1000 اورو. بزاف ديال الاخوات اللي كانوا كيتسناو امتى غادي ينزل هذا البونوس كانوا قبل بزاف ديال الصحف الرئيسيه الايطاليه منهم الكورييري ديلا سيرا قالوا بانهم غادي يتحل في شهر 4. وفعلا كيف ما كتشوفوا معنا لينيبس اللي تحط في الموقع الرسمي ديالها الشروط الاساسيه باش ممكن انكم تدفعوا الضمانده. اول شرط اللي هضروا عليه اللي هو ديال الايسي ديالكم ما خاصوش يكون فيه 40000 اورو باش ممكن انكم تدفعوا هاد الضمانده هذه. الحاجه الثانيه اللي هضروا عليها بالنسبه للريزيدنسا، يعني اقل حاجه خاصها تكون عندك الريزيدنسا هي 6 شهور. يعني اقل حاجه ضروري خاصها تكون عندك الريزيدنسا اللي هي شهاده ديال السكنه. يعني اقل حاجه خاصها تكون عندك 6 شهور، يعني 6 شهور والفوق. الحاجه الاساسيه بالنسبه للاخوات اللي عندهم الجنسيه الايطاليه او اللي عندهم البرميسو ديال عامين او ديال عام او ديال 10 سنوات، بالنسبه لهاد الاخوات كاملين عندهم الحق انهم يستافدوا من هذا البونوس ديال 1000 اورو. الحاجه الاساسيه اللي هضرت عليها كيف ما كتشوفوا معنا في الموقع الرسمي ديالها لينيبس اللي هضرت على واحد الطلب اللي خاصو ضروري يكون عندكم. الا بغيتو تدفعوا الضمانده ما خاصكمش تفوتوا 60 يوم، يعني المده ديال شهرين من اللي ولدتوا الولد ديالكم. يعني الولد ما خاصوش يكون فيه شهرين باش تدفعوا هاد الضمانده هذه. الا فات شهرين ما كيبقاش عندكم الحق انكم تدفعوا هاد الضمانده ديال هاد 1000 اورو. بزاف ديال الاخوات اللي غادي يتسائلوا اللي ولدوا في شهر 1 او اللي ولدوا في شهر 2 او اللي ولدوا في شهر 3، بالنسبه لهاد الاخوات راه فاتوا 3 شهور. غادي يتسائلوا كيفاش ممكن نديروا، كيفاش ممكن حنايا فتنا 60 يوم. ضروري ملي نيبس غتلقى لكم الحل، حيت هي كتهضر على بالنسبه للناس اللي ممكن انهم يولدوا هاد الايام الجايه، مثلا اللي غتولد في شهر 5 او 6. حيت دابا الضمانده تحلات ما خاصهمش يفوتوا 60 يوم. الا فاتوا 60 يوم ما كيبقاش عندك الحق انك تدفعي الضمانده ديالك. اما بالنسبه للاخوات اللي ولدوا في شهر 1 او 2 او 3 او في هذا الشهر 4
غادي يلقاو ضروري حلول، والدوماند راه كتدفع عن طريق الباتروناتو او الكاف. اللي بغيت نقول لكم كيف ما كتشوفوا معنا ليني بصح حطات الشروط الاساسيه كيفاش غادي تدفعوا الدوماند حاليا مازال ما تحلش، غير تحط في الموقع الرسمي ديالها. امتى غادي يتحل؟ غادي يتحل في الايام الجايه، ممكن الاواخر ديال هاد شهر 4 غادي تحل الدوماندا. كيفاش ممكن انك تدفعي؟ يعني ضروري تدخلي المعلومات الشخصيه ديالك، شحال عندك في الايزي، بالنسبه يعني تجيبي واحد الشهاده بان الوليد ديالك تزاد في العام ديال 2025، وكتدفعي الدوماندا ديالك وكتاخدي 1000 اورو، كتاخديها مره واحده. ودابا غادي نجيو نهضروا على السيت او الموقع اللي ممكن انكم تقلبوا فيه على البيرميسو ديالكم واش خرج او لا. كتستعملوا اكيد الكود اللي كيكون عندكم في الريتشي فوتا وكتكتبوه وكتخرج لكم واش البيرميسو ديالكم خدامين فيها، واش البيرميسو ديالكم خرجت او لا خاصكم شي ورقه او لا وثيقه، واش فيها شي مشكل. تما الا كان اكيد فيها شي مشكل خاصكم وثيقه، كترجعوا للكويس الصوره ديالكم باش تقادوا الامور ديالكم. بالنسبه للاخوات اللي غادي تسالوا، غادي نخلي لكم في اول التعليق غتلقاو الموقع الرسمي في ممكن تدخلوا تقلبوا على البيرميسو ديالكم وفين وصل واش خرج او لا قناه. ودابا غادي نجيو نهضروا على الشركه ديال الطيران اريانيل اللي كاينين رحلات جويه باثمنه مناسبه في شهر 5. يعني بالنسبه للاخوات والإخوان اللي باغيين يهبطوا للمغرب في شهر 5، كاينه الطياره من ميلانو لبرغامو لمراكش غير ب 29 اورو فاصله 99 سنتازمي، يعني تقريبا 30 اورو. كاينه نهار 14 في شهر 5 كيف ما كتشوفوا معنا. وبالنسبه للطياره اخرى اللي كاينه نهار 5 في شهر 5 اللي دايرين ليها 32 اورو فاصله 39 سنتازمي، يعني تقريبا انا على حسب ما قلبت لقيت جميع الرحلات الجويه بالنسبه للشركه ديال الطيران ريانير كاينين في شهر 5، يعني اثمنه نازلين بزاف. يعني شهر 5 والبدايه ديال شهر 6 الثمن ديال الطياره دائما كيكون طالع في شهر 7 و8، يعني في هذه الوقيته ديال الكونجيات وديال الوليدات اللي كيساليو المدرسه ضروري الاثمنه كيكونوا طالعين في شهر 7 و8. اما بالنسبه لشهر 5 الطياره هابطه بزاف في الثمن، يعني كيف ما كتشوفوا معنا 30 اورو باش تمشي من ميلانو لمراكش باش هبطوا ان شاء الله للمغرب. من هنا غادي نكون وصلنا نهايه الفيديو. كنشكركم على التتبع ديالكم، كنشكر اي واحد شارك معنا في القناه، وكنقول لكم احبكم جميعا في الله. نتلاقاو ان شاء الله غدا في فيديو جديد واخبار جديده. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع كاع الناس اللي كتعرفوا. مرحبا بجميع التعليق ديالكم. غادي نقول لكم مع السلامه، نتلاقاو ان شاء الله غدا في فيديو جديد.